تعالوا نعمل مكرونة بقى طعمها وريحتها تجنن بجد كده باللحمة. بس صينية مكرونة حلوة اوي اوي اوي، طعمها مميز جدا جدا. المكرونة شاربة كده من الصوص اللي فيها، وطعمها بقى واخدة من اللحمة المتعصجة كده، وطعمها حلو جدا جدا ومستوية اوي اوي اوي. وبجد يعني حاجة حلوة اوي، لما تجربوها كده وتدوقوها ان شاء الله تعجبكم جدا جدا. حابة تعملها في صينية تعمليها، حابة تعمليها في اطباق زي دي، تعمليها في طواجن، في اي حاجة شكلها حلو وطعمها جميل ومستوية ومبتاخدش وقت على طول كده يعني. ممكن تعمليها على طول في صينية واحدة بس او في حلة واحدة بس. ممكن تعمليها مثلا في حلتين، يعني ما بتاخدش مواعين وما بتاخدش حاجة، وطعمها حلو جدا جدا. اول حاجة هنبدأ بتعصيج اللحمة، تحط معلقة زيت ومعلقة زبدة او سمنة كده. اول ما يسخنوا بتنزلي ببصلتين كده، دي عشان هعمل نص كيلو لحمة. بصلتين كده بميتهم، ما بتصفيش المية ولا حاجة، وبتشوحيهم كده. تعصيج اللحمة بالطريقة دي حلوة جدا جدا، وبيدي طعم حلو اوي اوي للحمة. يعني الاول كده بتشوحي البصلة كده تشويحتين تلاتة، وبعد كده بقى بتنزلي باللحمة بتاعتك وبتقلبها كده، تاخد صدمة حلوة كده مع البصل. من قبل ما تحط البهارات ومن قبل ما تحط حاجة خالص، بتشم ريحة اللحمة بجد بتبقى حلوة اوي اوي. وجربوها يا حبايبي بالطريقة دي ان شاء الله تعجبكم. بعد كده نص معلقة توم مهروس كده بتوسعي لها، وبتقلبها كده تقلبتين، ريحتها تطلع كده. وبعدين تقلبها بقى مع اللحمة والبصل. الطريقة دي حلوة جدا جدا، جربوها ان شاء الله تعجبكم. قلبي بقى الحاجات الجميلة دي كلها كده مع بعض، وانزلي بقى بالبهارات بتاعتك. ملح بقى وفلفل، وملح مبهر بيبقى عليه بصل وتوم باودر وسبع بهارات، وبابريكا ومعلقة صويا صوص لو عندك، وعود قرفة لو عندك، وجوزة الطيب كده. بشرة من جوزة الطيب، يعني اللي عندك تحطيه واللي مش عندك عادي استغنى عنه. بالطريقة دي بجد اللحمة بتبقى ريحتها تحفة كده قلب الدنيا، وطعمها حلو اوي اوي. بعد كده بقى بتكوني مجهزة الفلفل اللي عندك برضو، مقطعاه مكعبات صغيرة كده. لو عندك يعني احمر واخضر كده بتحطي اي نوع عندك برضو بتحطي. بتقلبي تقلبتين كده، وبعد كده بتكوني مجهزة معلقتين تلاتة كده عصير طماطم، وبتحطهم برضو عليها، وبتقلبيها كده تقلبتين تلاتة، وتقومي بقى مطفية عليها وهي لسه طرية كده. يعني ما تسيبيش اللحمة على النار كتير عشان بتنشف، وهي طرية كده تطفى عنها على طول. بعد ما بتحط الطماطم دقيقتين تلاتة بس، اول ما بتغلي كده وتبدأ تنشف خلاص كده، شايفة اللحمة بقت جميلة جدا جدا وبدأت تغلي هي وشربت الطماطم بقى وكل الحاجات اللي فيها. طفي بقى عليها على طول وسيبيها. بتبقى فعلا احلى لحمة متعصجة تعملي بقى كل الاكلات. وطريقتها حلوة جدا. بعد كده بقى بتجيبي حلة على النار وحط فيها معلقة زيت، وانزلي بقى بلتر كده طماطم، وحطها برضه عليه ملح وفلفل وملح مبهر. ماشي، لو عندك مكعب مرق حطي، وسيبها كده لما تتسبك زي ما انت شايفة كده. زودي عليها بقى كوبايتين مية، واول ما تغلي يبقى كده خلاص. تعالوا بقى نجهز الاطباق المكرونه الجميله بتاعتنا او الصواني. انا برضه عشان كان عندي يعني ناس هتاكل في نفس الوقت وناس مش هتاكل، فعملت اطباق عشان كل واحد يبقى له طبقه، ولما يقوم او يحب ياكل يكون هو لسه سخن كده وجاهز. بتنزلي بمعلقتين لحمه في الاول، وبعدين بتنزلي عليهم بالمكرونه كده على طول، من غير سليق ومن غير حاجه خالص، يعني حاجه كده على طول سريعه. بتسيبي مكان، ما بتمليش الطبق للاخر، يعني تحطي كمية مكرونة كده وتسيبي مكان عشان هتزوديها الصلصة اللي احنا عاملينها مع بعض. واهم حاجة ان انتي تحطي صلصة تغطي المكرونة كلها بالصلصة، ما تسيبيش مكرونة يعني باينة خالص، لازم تغطيها كلها. حطها بقى على شبكة الفرن، حط الشبكة في نص الفرن كده او في صينية زي ما انا كنت حاطة عادي. دي بتمشي ودي بتمشي، وولعي بقى الفرن من تحت يعني
الوسط كده وبتستوي بقى مع يعني البخار بقى وكده بتستوي. ولو عرفت برضو تغطيها ومتخليهاش تنشف قوي عشان ما تبقاش يعني محروقة، طلعها شوية بدري شوية. والصينية برضو جاهزاها بنفس الطريقة كده، وكنت حطاها على البوتاجاز من فوق، بس اهم حاجة النار تكون هادية عشان ما تتلسعش منك. وبرضو شيليها من على النار وهي لسه فيها شوية صلصة كده برضو عشان ما تتلسعش. يعني هي معايا لسعت شوية بس عشان الجو كان حر ويدوب، بس كده اتلهيت عنها دقيقتين 3. بس انت يعني حاولي تشيليها وهي لسه فيها صوص كده شوية.